النهارده هفهمك بأسهل طريقة ممكنة يعني ايه اي ايجنت. هتعرف كل مكوناته، بيشتغل ازاي، بيتصرف ازاي، وازاي بيفكر. وبعدها هنبني مع بعض اول اي ايجنت ليك انت. انا عارف ان النت مليان كلام كتير معقد عن الاي اي ايجنتس، بس انا خلاص قررت ابسطهولك. هنبدأ برسمة بسيطة تفهمك كل حاجة، بعدين ندخل على أداة اسمها ان عشان تبني أول اي ايجنت بيبعت ايميلات في خطوتين بس. والأجمد هتاخد النظام ده مجاني ليك 100%، تستعمله ليك أو تبيعه براحتك. يلا نبدأ وما تضيعش وقت. بص كده بسرعة على الرسمة دي قبل ما نبدأ. بص انت عندك الجزء متلون باللون الأزرق ده، هو ده الاي اي ايجنت. طب الاي اي ايجنت ده عنده ايه؟ عنده أول حاجة المخ اللي بيفكر فيه، وتاني حاجة عنده هنا التعليمات اللي انت بتديها له. طيب المخ اللي بيفكر فيه ده ايه هو ده؟ بص مكتوب هنا LLM. يعني ايه LLM ده؟ ده اختصار للارج لانجوج موديل. يعني ايه برضه؟ ده حاجه زي تشات جي بي تي. يعني اللارج لانجوج موديل ده زي تشات جي بي تي، سواء مثلا اي موديل من شات جي بي تي، شات جي بي تي 4.5، شات جي بي تي 3.5، شات جي بي تي 5 اللي لسه نازل. في اي موديل زي تشات جي بي تي او جيميناي او اي حاجه من الحاجات دي تتحط تحت مسمى LLM. طيب بعد كده هنا في الميموري. ايه الميموري دي؟ الميموري دي الذاكره اللي بتخلي الايجنت يفتكر المحادثه اللي انت فيها. يعني مثلا لو انا قلت له انا اسمي عمر، بعد دقيقتين سالته انا اسمي ايه، هيقول لي عمر لو عنده ذاكره. لكن لو ما عندوش ذاكره فكل رساله بالنسبه له كانها بدايه من الصفر. لو جيت بصيت على الجزء الثاني بقى بتاع التعليمات اللي قلت لك عليه من شويه، فانت في التعليمات ده بتحط حاجه اسمها السيستم برومبت. يعني ايه السيستم برومبت؟ السيستم برومبت ده انت بتقول للايجنت فيه ايه دوره، ازاي يرد عليا، ايه الادوات اللي استخدمها، طب يتكلم بشكل رسمي ولا غير رسمي. بص انت بتخلي الايجنت بتشكله على مزاجك. يعني كأن الايجنت ده موظف شغال عندك وانت عمال تفهمه هو بيعمل ايه. حسيت انك تهت في الحته بتاعت السيستم برومبت ده، فده طبيعي لانك لسه ما شفتهاش بشكل عملي. الاي اي ايجنت. طب انت عندك في الاي اي ايجنت هنا انبوت واوتبوت. الانبوت ده ايه هو؟ ده اللي انا بكتبه للاي اي ايجنت، بقول له ايه اللي هو هيعمله. مثلا بطلب منه اي حاجه، بيروح داخل هنا عامل كل العمليات بتاعته، وبيروح مخرج لي اوتبوت من الناحيه الثانيه، يقول لي مثلا تم، يروح مخرج لي الاجابه اللي انا عايزها. وليكن بيعرفني في الاوتبوت ده الرد اللي انا عايزه او الامر اللي انا قايل له عليه، او مثلا يقول لي يجيب لي البيانات اللي انا كنت طالبها منه. فده كان هنا الاوتبوت. طيب حلو، ده كان كويس جدا. طب فين بقى السحر بتاع الاي اي ايجنت؟ السحر بتاع الاي اي ايجنت في الادوات. لما نضيف مثلا ادوات حقيقيه للاي اي ايجنت، فهو دلوقتي بقى بيبدا يتصرف بجد، مش بس بيرد بكلام. لا، انت مثلا ممكن تخليه يبعت ايميل او يسجل بيانات في جوجل شيت او يعمل بوست او يعمل حاجات كتير لا تتخيلها. ايجنت لازم يبقى عنده اداه واحده؟ لا طبعا، الاي اي ايجنت ممكن يبقى عنده ادوات كتير. وكل مره انت بتقول له بيعمل ايه، بيشوف الاداه اللي انت طالبها منه ويروح يستخدمها من الادوات اللي انت مديها له، ويخرج لك الاوتبوت اللي انت عايزه بكل صوره. وده هتفهمه برضه اكتر لما اوريك جوه ان 10 واحنا بنطبق. الاي اي ايجنت ده هيعمل ايه؟ الاي اي ايجنت ده بكل بساطه اول ما انت تبعت له رساله، هيروح فاهم الرساله اللي انت بعتها له، يكتب لك محتوى للايميل ويروح باعت الايميل على طول. وليكن انا قلت له ابعت رساله لاحمد، يروح هو شايف الرساله دي، شايف يروح جايب الايميل بتاع احمد ويروح باعت الايميل لاحمد على طول. انا دلوقتي عشان ابدا الاي اي ايجنت بتاعي هعمل ايه؟ هدوس على حاجه اسمها هنا اد فيرست ستيب. بعد ما ادوس اد فيرست ستيب هبحث عن حاجه اسمها اي اي ايجنت. هتلاقي اول حاجه ظهرت اهي. حلو، ادي الاي اي ايجنت بتاعي ظهر. هخرج من هنا كده واجيب هنا الاي اي ايجنت في النص وافتح اقول له ازيك. مش هيعرف يجاوب، عمل لي ايرور. طب ليه عمل لي ايرور؟ لان انا قلت لك من شويه ان الاي اي ايجنت بيبقى محتاج مخ عشان يعرف يجاوب. فانا هضيف له المخ بتاعه. هدوس هنا على حاجه اسمها تشات موديل، على علامه الزائد دي، واروح نازل كده تحت. هلاقي موديلز كتير جدا، كل الانواع. انا عن نفسي هختار اوبن اي اي. دخلت على اوبن اي اي هنا، هيقول لك هنا اول حاجه credential to connect with. طب credential to connect with دي هو عايز ايه؟ انت هتدوس create هنا new credential. هيطلب منك هنا اول حاجه اسمها API key. هنمسح دي بس. هيطلب منك اول حاجه اسمها هنا API key. طيب انا دلوقتي مش عارف ايه اجيبه منين ال API key ده. هدوس على open docs دي. open docs دي في ان اي حاجه انت بتبقى مش عارفها بتدوس عليها، بتعرفك كل اللي انت عايزه تجيبه منين. طب حد هيقول لي طب هي مكتوبه بالانجليزي. بكل بساطه انت ممكن تاخدها كوبي تبعتها لشات جي بي تي، وبعد كده تسال شات جي بي تي عن اي حاجه وشات جي بي تي يقول لك كل الخطوات. فانا هنزل تحت هنا، هدوس على API keys. هاجي هنا عند create new secret key. يقول لي هنا اكتب اسم.
فانا هكتب init n، هدوس create secret key، طلع لي الكي. حلو، اجي على init n واروح عامل له هنا paste، احطه هنا. طيب ثواني يعني ايه API اصلا؟ ال API دي الحاجة اللي بتخلي التطبيقات تتواصل مع بعضها. يعني على سبيل المثال مثلا تخيل ان انت مثلا قاعد في مطعم وعايز بيتزا. حلو، فانت هتطلب الجرسون تقول له انا عايز واحد بيتزا، فالجرسون هياخد الطلب بتاعك يوديه للشيف جوه ويقول ان انت عايز واحد بيتزا. الشيف يخلص البيتزا يروح مديها للجرسون، الجرسون جاي لك بالبيتزا. فالجرسون ده هو ال API اللي بيخلي التطبيقات تتواصل مع بعضها. فانا هدوس هنا سيف. حلو، تيجي هنا عند الموديل انا مختار GPT 4.1 ميني. تعالى بقى كده نجرب ابعت له رسالة، هقول له مثلا ازيك، هقول له ازيك، هيجاوب اهو انا بخير شكرا لسؤالك كيف استطيع مساعدتك اليوم. حلو قوي. طيب تعالى كده اساله حاجة، مثلا اقول له انا اسمي عمر، فانا كتبت له دلوقتي انا اسمي عمر. حلو، مرحبا عمر كيف يمكنني مساعدتك اليوم. هقول له ما اسمي، يعني لسه قايل له انا فانا بقول له انا كتبت له ما اسمي، فبيقول لي انا لا اعرف اسمك لانك لم تخبرني بيه. طب ما انا لسه كاتب له هنا انا اسمي عمر. طب هو ليه ما عرفش يجاوبني؟ مش انا قلت لك لازم الاي اي ايجنت بتاعك يبقى فيه ميموري عشان يفتكر اي رساله؟ فانت هتيجي هنا عند الاي اي ايجنت تضيف هنا الميموري، شايف علامه الزائد اللي تحت الميموري دي؟ هتدوس عليها. بعد ما تدوس عليها هتروح مختار هنا السيمبل ميموري، هيفتح معاك الميموري عادي. وهنا هتلاقي العلامة اللي مكتوب عليها 5 دي معناها ان ال AI agent بيفتكر معاك لحد 5 رسائل فاتوا. طب انت بعت له 6 رسائل ينسى الاولى، بعت له 7 ينسى التانية، بعت له 8 ينسى التالتة، هو معاك لحد 5 فاتوا بس. طب حلو، تعالى انا اسمي انا اسمي عمر. مرحبا عمر كيف يمكنني مساعدتك اليوم. حلو، هقول له ما اسمي، اسمك هو عمر كيف يمكنني مساعدتك اكثر. ادي هو افتكر اسمي. او سريعا كده ايه ملخص اللي احنا عملناه دلوقتي؟ ان دلوقتي بيبقى عندك اي ايجنت تقدر تدخل له انبوت من هنا، تبعت له اي رساله، يشتغل الاي اي ايجنت. اول حاجه يخزن الرساله، بعد كده يشغل المخ بتاعه ويديك اجابه. طيب ماشي، طب ما شات جي بي تي بيعرف يعمل كده يعني؟ طب هو دلوقتي بيتكلم وبيفكر وبيفهم لكن لسه ما بيعملش حاجه مفيده. ففي الجزء اللي جاي بقى ده هنعلمه ازاي يبعت ايميل بنفسه. هتتبسط قوي دلوقتي لما تشوف قد ايه الموضوع بسيط وسهل. خلينا نكمل على طول ما نضيعش وقت. طب انا دلوقتي ازاي اخلي الاي اي ايجنت يبعت ايميل حقيقي باستخدام انت ان هنا؟ شايف كلمة تول اللي موجودة دي اللي قلت لك الأداة اللي انت بتخلي الاي اي ايجنت يستخدمها؟ فانا هاجي هنا عند تول وادوس على علامة الزائد دي وابحث عن جيميل. ادي جيميل جالي. حلو، اول حاجة لما افتح الجيميل هيروح جايب لي ايه هنا؟ credential to connect. طيب ايه credential to connect with دي؟ credential to connect with دي نفس اللي حصل من شويه لما كنا بنوصل شات جي بي تي بالاي بي اي بتاعه عشان يعرف يتواصل مع بعض. فهو دلوقتي عايزني اعمل له اكسس على الايميل بتاعي. فانا هدوس عليه هنا وهدوس create new credential. بعد كده هدوس sign in with جوجل. هيظهر الايميلات بتاعتك كلها هنا، هتختار ايميل منهم. بعد كده هتدوس متابعة تديله اكسس على كل حاجة. ادي هنا متابعة، بس تخرج من دي تخرج هنا كده انت عملت له الكريدنشال بتاعه. هتسيب هنا اول 3 اعدادات زي ما هو، هنغير بس 3 حاجات بسيطة. شايف ال 2 دي؟ ايه ال 2 دي ده؟ هنا بيقول لك انت هتبعت الايميل لمين. برضه هنا السبجكت احنا هنغيره. هنا بيقول لك انت عايز العنوان يبقى عامل ازاي. طيب الايميل تايب دي بدل ما HTML انت هتخليها تكست، والمسج هنا برضه هنخليه يعملها. طيب انت دلوقتي عايز كل مرة او تحدد له شخص معين هو اللي يبعت ليه الايميل على طول، او تحدد له عنوان معين هو اللي يبقى موجود على طول؟
اكيد لا، اكيد برضه مش عايز نفس الرساله اللي تتبعت على طول. انت عايز مثلا انت تقول لشات جي بي تي ابعت مثلا وليكن رساله لاحمد قول له ان انا مش هاجي النهارده، فيروح شات جي بي تي عامل جايب احمد وعامل العنوان من دماغه على حسب محتوى الرساله ويروح حاطط هو كمان محتوى الرساله. طب هنعمل كده ازاي؟ طب زي ما قلت لك من شويه انا عايزه يبعت للشخص اللي انا هقول له يبعت عليه في الشات. يعني انا مثلا ابعت له رساله مثلا اقول له ابعت مثلا لعمر حلمي @gmail.com، فيروح هو باعت لعمر حلمي @gmail.com على الايميل بتاعه اللي هو التو ده يفهم من الرساله بتاعته ويعمل له العنوان من غير ما انا اتدخل، ويكتب كمان الرساله برضه من غير ما اتدخل. طب انا ازاي هعمل؟ طيب انا كتبت له في التو هنا from AI وايميل recipient. يعني ايه بقى، يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرساله اللي انا هبعتها له يفهمها على طول ويروح باعت للشخص اللي انا قايل له عليه من غير ما انا اقول له اي حاجه. نفس الكلام يعمل هو السبجكت العنوان من دماغه، ويجي هنا عند رساله يحط محتوى الرساله برضه نفس الكلام من دماغه. الكود البسيط ده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه مع الاي اي ايجنت في نفس المكان. فانت لحد دلوقتي عندك AI agent هو عنده مخ هنا بتاع الاوبن اي اي ده، اوبن اي اي تشات موديل ده المخ بتاعه، عنده الاداة اللي بيقدر يستخدمها اللي هي الجيميل، وعنده الميموري اللي بيسجل عليها. بس لسه في حاجة ناقصة، انا لسه ما قلتلوش هيشتغل ازاي. وهنا بقى بيجي حاجة اسمها السيستم مسج اللي انا قلت لك عليها السيستم برومبت. انت بتدوس هنا على الاي اي ايجنت، بعد ما بتدخل عليها بتروح جاي هنا عند اد اوبشن، بعد كده تدوس سيستم مسج. بعد ما بتدوس سيستم مسج بتلاقي هنا بيقول لك ايه you are a helpful assistant. دي كويسه كبدايه، بس انا عايز اخليه محترف اكتر، عايزه اخليه اكنه بني ادم انا بشجله على مزاجي، بعرفه ايه دوره وايه مهامه وايه كل الحاجات اللي يعملها ويستخدم ايه عشان يطلع لي ادق نتيجه. طب تعالى كده بص انا هكتب له ايه. قبل بس ما اكتب له هنا تعالى اخرج هنا، عايز اسمي الايميل ده. انا هاجي هنا عند الايميل وهسميه حلو. شايف الايميل اللي احنا عملناه هنا؟ هاجي هنا عند send a message in email وهسمي الايميل بتاعي. انا كتبت send ايميل عشان الاي اي ايجنت جوه افهمه اسم الاداة وما يتلخبطش. تعالى كده ندخل على الاي اي ايجنت، هاجي هنا عند السيستم مسج هخليها بس هنا expression. حلو، وهدخل جوه. انا دلوقتي عايز ادي الاي اي ايجنت سيستم برومبت يعرف هو هيعمل ايه بالظبط. طب انا دلوقتي ما بعرفش اكتب برومبت، هعمل ايه؟ مش هكتب حاجة؟ لا طبعا. تعالى كده اوريك هتعمل ايه. انا دلوقتي جيت عند شات جي بي تي وهكتب له ده كده. حلو، هكتب له الكلام ده. طيب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه انا بقول لشات جي بي تي اكتب برومبت. الاي اي ايجنت بيستخدم اداه اسمها سند ايميل عشان يبعت ايميلات بناء على طلب او سؤال المستخدم. الاي اي ايجنت ده بيكون مساعد ودود فريندلي ودايما بيوقع في الاخر باسم عمر. تعالى كده ابعتها له، هيطلع لي دلوقتي شات جي بي تي البرومبت جاهز من غير ما اعمل اي حاجه. وقلت له يخلي باله هنا من الكونتكست السياق والتعليمات الادوات اللي هيستخدمها والامثله وهكذا. اهو الاي اي ايجنت بيعمل لي دلوقتي سيستم برومبت احترافي من غير ما اعمل اي حاجه ولا اي حاجه. انا هاخده كوبي واروح احطه هناك. اخد ده كوبي، اجي هنا اعمل له بيست، امسح بس الكلام اللي في الاخر ده، اطلع فوق امسح نفس الكلام هنا ده. حلو، اخد كده. كده السيستم برومبت جاهز. السيستم مسج اللي هو السيستم برومبت الدنيا بقت تمام. طيب تعالى كده بقى كده نجرب بعد ما حطيت له السيستم برومبت وعرفته ايه اللي هيعمله ايه الحاجات اللي هيستخدمها وامتى يستخدمها وكل حاجة بالتفصيل. ادخل هنا انا هغير السيشن اي دي وانا هكتب له ابعت ايميل لعمر حلمي @gmail.com واسأله يومه عامل ازاي. بص هيعمل ايه. اول حاجة خزن الرسالة في الميموري، بعد كده راح للشات جي بي تي، بعد كده راح عمل الايميل، بعد كده رجع لي شات جي بي تي الرد بتاعه وجا سجل كل حاجه. بص جاب لي ايه. تم الارسال الموضوع كيف كان يومك الى عمر حلمي @gmail.com. طب تعالى كده ادخل على الايميل اهو.
الايميل ريسيبينت اللي احنا كنا عاملينه هنا اهو، ده جالي اهو هنا الايميل عمر حلمي زي ما قلت له. السبجكت كيف كان يومك، ايميل بادي اللي هو كنت حاطه هنا تحت اللي هو المحتوى بتاع الايميل بتاع المسج، او مرحبا عمر كيف كان يومك، اتمنى ان يكون جيد، في انتظار ردك، وكتب له في الاخر توقيع عمر. عادي ممكن عمر دي اخليها بالعربي او بالانجليزي باي حاجه، انا بس عشان في السيستم برومت قايل له يوقع في الاخر عمر بالانجليزي. حلو، تعالى كده نخرج هنا. طب لو خدت بالك ايه اللي عمله الاي اي ايجنت؟ الاي اي ايجنت اول حاجه سجل الرساله اللي انا بعتها له، بعد ما سجل الرساله قرأ الرساله، استخرج الايميل والعنوان والمحتوى، بعد كده استخدم اداه الجيميل، بعد كده رجع لي رساله بيقول لي فيها هنا بص بص اهو، تم الارسال الموضوع كيف كان يومك الى عمر حلمي @gmail.com. تعال نخرج اوريها لك هنا في الشات اهو. بص هو كان باعت لي ايه، تم الارسال الموضوع كيف كان يومك الى عمر حلمي @gmail.com، وبعد كده راح سجل الكلام ده في الميموري. فتعالى بقى اوريك في الاي اي ايجنت ايه اللي حصل ورا الكواليس بالتفصيل. ادخل هنا على الاي اي ايجنت، هتلاقي حاجه هنا اسمها لوجز. هتلاقي زي ما بقول لك اول حاجه عملها استخدم الميموري بتاعه، استخدم الميموري، سجل الرساله اللي انت بعتها له. بعد ما سجلها راح لاوبن اي اي شات موديل. اول حاجه بص على السيستم مسج اللي انا حاطته له هنا. بعد ما بص على السيستم مسج نزل تحت كده، تعالى بص هتلاقيه عمل الايميل. بعد ما بص على السيستم مسج هتلاقيه عمل الايميل. بعد ما عمل الايميل بعتهولي وقال لي تم الارسال بنجاح، وبعد كده سجل هنا في الميموري بتاعه كل اللي حصل. فايه اللي انت عملته هنا دلوقتي بكل بساطة؟ انت كده فعليا بنيت AI agent بيفكر، بيفهم، بيستخدم ادوات زي جيميل، وبيرد باسلوب احترافي، وكل ده من غير ما تكتب ولا سطر كود. كل ده بقى عنده مخ وذاكرة واداة واحدة بس. دلوقتي لو حاسس بفرق عشان دي اول مرة تشوف فيها AI agent بيشتغل بجد، فانا عايز اقولك ان دي مجرد بداية. ليه؟ طب انت هتعمل ايه في الجزء اللي جاي ده؟ في الجزء اللي جاي ده انا هخليك تربط الاي ايجنت ده بأداة اسمها جوجل شيت، وبعد اول ما تقول له ابعت ايميل لاحمد هيروح يبعت ايميل لاحمد من غير ما تكتب له الايميل بتاع احمد. ليه؟ لان هو هيروح في جوجل شيت يدور على احمد ويشوف ايه الخانة اللي قدامه او ايه الايميل بتاع احمد ويروح باعت له تلقائي من غير ما انت تتدخل. ممكن؟ طبعا ممكن، واسهل مما تتخيل. خليك دلوقتي تبني معايا داتابيز او قاعدة بيانات قوية جدا. تعال بص كده. فانا عملت ايه دلوقتي؟ انا جبت جوجل شيت ده وسميته كونتاكت داتابيز. حلو. كتبت فيه الاسماء كلها هنا، وعملت لكل اسم الايميل بتاعه ورقم التليفون. طيب ده جوجل شيت ده انا عامله كمثال عشان اعرف استخدمه. هسيب لك جوجل شيت ده برضو مع الاي اي ايجنت والسيستم برومت مجاني 100% في نفس المكان. هاجي بقى هنا على انت ان، هدخل على انت ان هنا، وانا هنا دلوقتي عندي تشات موديل. اول حاجه المخ اللي بيفكر بيه، الميموري اللي عشان يفتكر، واول طول عندي هنا الايميل. هدوس هنا عند شايف علامه الزائد دي، هدوس عليها. اضيف تول تاني، مش انا قلت لك انا ممكن اضيف له تولز كتير جدا؟ فانا هضيف تول تاني اسمها جوجل شيت. تنزل تحت هنا هتلاقي جوجل شيت. اول حاجه منها هيطلبها منك برضو ان انت توصله بالايميل بتاعك عشان يتعمل له اكسس. فانا هدوس هنا create new credential وادوس ساين ان وذ جوجل. هيظهر لي الايميلات بتاعتي، هختار ايميل منهم. انا هختار الايميل ده. حلو. هتنزل تحت تعمل له متابعه. بس كل حاجه تمام. هخرج هنا، هتسيب اول 3 دول زي ما هما. هتيجي هنا عند دوكيومنت، هنا هتلاقي هنا فروم ليست، هتروح جاي هتختار جوجل شيت بتاعك، انا مسميه كونتاكت داتابيز. عند الشيت هتلاقي فروم ليست، هتدخل على اسم الشيت بتاعك اللي هي الورقة اللي موجودة في الشيت بتاعك. انا برضو مسميها كونتاكت داتابيز. كده الدنيا بقت تمام. هخرج من هنا. دلوقتي ال AI agent بتاعي بقى عنده مخ بيفكر بيه، عنده ذاكرة عشان يفتكر، عنده الايميل اللي هيستخدمه عشان يبعت ايميل، وبقى عنده قاعدة بيانات جاهزة يقدر يستخدمها في اي وقت. طيب انا دلوقتي غيرت حاجة هنا، غيرت اداة، فلازم ادخل اغير جوه السيستم. فلازم ادخل هنا في الاي اي ايجنت واغير السيستم مسج بتاعتي. طب انا هغيرها ازاي؟ هل هكتب برومت من اول وجديد؟ لا طبعا. تعالى اوريك. هتروح لشات جي بي تي تقول له ايه. دلوقتي كتبت لشات جي بي تي هنا ايه؟
كتبت له ممكن تحسن البرومت او تضيف لي اداه اسمها كونتاكت داتابيز بحيث ان الايجنت يقدر يستخدمها عشان يجيب بيانات التواصل زي عناوين الايميل. وهبعت دلوقتي كده، هيعمل لي دلوقتي برومت من اول وجديد. عاوز تمام يا عمر اعمل لك نسخه محسنه اهو، وبيكتب اهو البرومت من اول وجديد. انا لا بكتب حاجه ولا بعمل اي حاجه، انا بس بقول له يعمل ايه وهو بيجيب لي افضل نتيجه. بص، ولا كتبت اي حاجه، ادي اهو طلع البرومت. هاخده كوبي واجي هنا، شايف البرومت اللي عندك، هتدوس هنا على العلامه دي، هتلاقيها احمرت اول ما دوست عليها. حلو، ده البرومت القديم، انا مش محتاجه دلوقتي. انا هضيف البرومت الجديد بتاعي. ضفت البرومت الجديد بتاعي، همسح الكلام اللي تحت ده. هتلاقي في البرومت الجديد ضاف لك كل حاجه جديده انا قلت له عليها. هطلع فوق هنا، راح ماسح برضه الكلام اللي فوق ده، هتلاقيه ضاف لك كل حاجه جديده اهو. بص، ده في الكونتاكت داتابيز اللي كنت قايل له عليها. كده الدنيا تمام. اخرج من هنا. حلو، كده كل حاجه مظبوطه. لو خدت بالك معايا هنا، انا نسيت اغير الاسم هنا بتاع جوجل شيت. انا مسميه له في السيستم برومت ايه؟ تعال بص كده في السيستم برومت انا مسميه له ايه. انا مسميه له هنا ايه؟ كونتاكت داتابيز. فانا هاخد ده كوبي من هنا كده، هاخد ده كوبي. حلو، لان انا نفس الاسم اللي مسميه له في الاي اي ايجنت اسم الاداه عشان ما يتلخبطش. واجي هنا عند جوجل شيت واغير الاسم هنا بتاع جوجل شيت، اسميه نفس الاسم اللي انا مديهوله في السيستم برومت. طيب تعال نجرب بقى هنا. بعد ما ضفنا الاسم الجديد لجوجل شيت خليناه اسمه كونتاكت داتابيز، ودخلنا هنا على الاي اي، عرفناه الاداه الجديده اللي هو هيستخدمها بالاسم اللي احنا مسميناه له كونتاكت داتابيز. تعال نجرب بقى. انا دلوقتي هقول له اهو ابعت ايميل لعمر حلمي واساله يومه كان عامل ازاي. انا ما كتبتلوش اسم، ما كتبتلوش ايميل، انا كتبت له الاسم بس. بص عمل ايه، راح جاب الايميل من جوجل شيت هنا. تعالى كده ادخل اهو. بص، راح جاب الحاجة، راح جاب الايميل ريسيبينت عمر حلمي ai@gmail.com، وكتب له السبجكت من دماغه. الايميل بودي كتبته له برضه، انا ما كتبتش حاجة، وفي الاخر عمل التوقيع عمر. بص اها، هو عنده هنا في جوجل شيت عمر حلمي ده عمر حلمي ai@gmail.com. على طول ما فكرش، راح دور جاب الايميل اللي قدامه على طول من غير ما يفكر، وجه هنا بعت الايميل. اساله سؤال تاني. انا دلوقتي بقول له تعرف تبعت ايميل لعمر حلمي تعرفه ان انا مش هعرف ابقى موجود في الشغل النهارده. شوف هيعمل ايه اهو. الايميل بعت اهو، اول حاجه عمر حلمي @gmail.com. السبجكت كتب له سبجكت من دماغه من غير ما انا اقول له اي حاجه، وكتب له الايميل اهو هنا هاي عمر، وفي الاخر كتب له ايه التوقيع بتاعي، وكل حاجه تمام. جه هنا اول حاجه عملها استخدم الميموري، سجل الرساله اللي بعتها له. بعد كده راح بص على السيستم مسج في اوبن اي اي اللي انا مديهوله. بعد كده راح هنا للكونتاكت داتابيز، راح يشوف مين عمر حلمي ده، مين الايميل بتاعه اللي هو عمر حلمي ai@gmail.com. بعد كده جه هنا عمل الايميل بعته، وبعد كده بعت لي رساله هنا في الاوبن اي اي اها، اكد لي ان الايميل اتبعت وسجل كل ده تاني. فانا عايز اقول لك حاجه، انت لو حابب تستخدم نفس اللي حصل ده بس مثلا مع الاير تيبل او سي ار ام بدل جوجل شيت، هي نفس الفكره بالظبط بس انت بتغير الطول. ولو بتتعامل مع عدد كتير من البيانات او من الداتا دي كلها والداتا بتبقى كبيره جدا، فانا عامل لك فيديو اصلا مخصوص بيتكلم ازاي تخلي الاي اي ايجنت يجاوب من الملفات بتاعتك انت بفيكتور داتابيز كبيره. خلاص، انا بس كنت عايز اوريك قد ايه الموضوع سهل وسريع لما تستخدم ادوات زي الايميل وجوجل شيت، تقدر تعمل حاجات كانت بتاخد منك وقت كتير في اقل وقت ممكن. احنا خلاص بنينا اول اي اي ايجنت ليك من الصفر، واني مجهز لك نسخة كاملة بالسيستم برومت عشان تبدأ تستخدمها ليك او تعدل عليها زي ما تحب.
الهدية دي هتلاقيها في جروب التليجرام بتاعنا، اللينك تحت الفيديو. الفيديو ده فاتك اعمل لايك واشترك في القناة عشان توصلك كل شروحات الأنظمة الجاهزة اللي هتغير شكل شغلك. لو الفيديو ده عجبك فالفيديو ده أقوى، بوريك فيه ازاي تخلي ال AI agent يرد على أي حد من ملفاتك انت.